السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده نعمل مع بعض كوفية رجالي بغرزة سهلة وبسيطة قوي. الغرزة مكونة من سطرين، هما التكرار سطرين بس مش اكتر. هتعمليها بكل سهولة وبساطة، مش هتاخد منك وقت خالص. جميلة قوي. عشان ننفذ بقى الكوفية بتاعتنا انا هستخدم خيط مصري. الخيط ده استوكات بيجي بالوزن، يعني بالكيلو. ممكن الشلة تعمل نص كيلو، تعمل 600 جرام على حسب. ان شاء الله هستخدم ابرة 5 مناسبة لسمك الخيط بتاعي، وهستخدم مقص، وهستخدم ابرة التنظيف مش اكتر، مش هحتاج اكتر من كده. هنسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم، وهنبتدي على بركة الله. اول حاجة هنعملها مع بعض عقدة البداية بالشكل ده. بعد ما اعمل عقدة البداية هرتفع بقى بالسلاسل بتاعتي. انا عايزة اعمل مضاعفات العدد رقم 3، وانا بشتغل كده اعد 1 2 3. يعني انا بقولك كده على اساس ان انتي، على اساس اي حجم انتي عايزة تعمليه، مش مشكلة. انا هعمل كوفية، انتي ممكن تعملي شال، تعملي اي حاجة. المهم يبقى مضاعفات العدد بتاعنا يكون ايه؟ رقم 3. افضل طول ما انا شغالة كده اقول 1 2 3. انا هبتدي السلسلة بتاعتي بايه؟ ب30 سلسلة بالشكل ده. هفضل اقول 1 2 3 كده لحد ما اخلص الايه، لحد ما اخلص الحجم اللي انا عايزاه بالظبط. عملت 30 غرزة بالشكل ده. انا هبتدي ب30 غرزة. انت لو انت عايزة تكبري الحجم شوية، المهم ان انت ايه، تبقى مضاعفات العدد بتاعك 3، اي عدد يقبل الاسم على 3. هبتدي بقى في اول سلسلة بتاعتي اعمل ايه؟ اعمل غرزة حشو. كل سلسلة من السلاسل دول هعمل فيهم غرزة حشو لحد ما اخلص السطر. افضل اعد 1 2 كده، ومنساش العدد مهم، لحد ما اخلص السطر كله. في النهاية هيبقى عندي 29 غرزة حشو. وكل سطر نخلي بالنا نعده، بعد ما نخلص نعد الايه، الغرز اللي احنا عملناها. همشي واحدة واحدة كده لحد ما اخلص 29 غرزة حشو. عملت كده 29 غرزة حشو، وده الايه، الشكل النهائي بتاع اول سطر بالشكل ده اهو. هعمل ايه بعد كده؟ هرتفع بالسلاسل، ادي 1 2 3، وهلف الشغل معايا. هشتغل ازاي بقى؟ ركزوا معايا بالراحة كده. هاجي انا عندي اول حلقتين دول بتوع اول عمود، اول حلقتين دول بتوع اول عمود اهو، وتاني حلقتين دول هعتبرهم الغرزة الاولانية اللي بعد اول عمود، ودي الغرزة التانية. هلف الخيط على الابرة وهسيب اول حلقتين، وهشتغل في الحلقتين اللي بعدهم على طول اللي هي تاني غرزة على طول. هسيب اول غرزة وهشتغل في تاني غرزة، هعمل عمود بلفة بالشكل ده. وبعدين هلف الخيط على الابرة وهدخل اعمل عمود في تالت غرزة، وبعدين هرجع للغرزة رقم 1، هلف الخيط على الابرة. انا عملت ايه؟ سبت الغرزة الاولانية، عملت الغرزة التانية والتالتة. هلف الخيط وهرجع للغرزة رقم 1، هرجع لها تاني، وهدخل كده وهريح ايدي خالص، وهدخل تحت الحلقتين كده. شغلي كله تحت الحلقتين عمود بلف، وهخرج كده، واخرج من حلقتين في حلقتين اهو. شايفين؟ يعني الاول احنا عملنا ايه؟ ارتفعنا بثلاث سلاسل، وبعدين سيبنا اول غرزة واشتغلنا في التانية والتالتة، وبعدين رجعت اشتغلت في الاولى تاني. تمام. نخلي بالنا برضو عشان العمود اللي هو بيبقى، بصوا اللي هنا ده بيبقى ايه، واخد جنب شوية مترحل كده، فيبان ان الغرزة فاضية، بس هي مش فاضية. نخلي بالنا عشان العدد يطلع معانا مظبوط. ملناش دعوة بيها خالص الغرزة دي. هنيجي بقى بعد كده الغرزة اللي هتقابلنا هعتبرها رقم 1، هسيبها وهاجي في الغرزة رقم 2 اروح عاملة عمود بلف، اخرج من حلقتين في حلقتين بالشكل ده. وهاجي في الغرزة اللي بعديها اللي هي رقم 3، هدخل برضو اسحب الخيط واسحب الخيط كده بالشكل ده، واعمل ايه، عمود بلف، واخرج من حلقتين في حلقتين. الف الخيط وهرجع تاني الغرزة رقم 1 نفس الايه، بنفس الطريقة. هلف الخيط على الابرة وهدخل كده تحت الحلقتين، واريح ايدي خالص، واروح شادة الخيط كده بالشكل ده، وهخرج من حلقتين في حلقتين كده، دي علامة فيه. هلف الخيط واسيب الغرزة الاولانية، ونخلي بالنا، بصوا شايفين
شايفين الغرزة اللي هي العمود اللي هو التالت ده بيبقى عامل ازاي؟ ممكن تفتكري انت ان العمود ده الغرزة دي بتاعتنا وتسيبيها وتحسبيها، هتلخبط الدنيا خالص. ملناش دعوة بيها اهي، نركز كويس ونخلي بالنا. هنيجي بقى بعد كده في الغرزة دي اللي هي رقم 1 نسيبها، ونيجي رقم 2 نعمل عمود بلفة ونلف الخيط على الابرة ونروح للعمود رقم 3 بالشكل ده، ونلف الخيط على الابرة ونرجع لرقم 1 نعمل فيها عمود تحت الحلقتين بالشكل ده. شايفين؟ واخرج من حلقتين في حلقتين اهو يا حبايبي. شايفين هيبقى عامله زي علامه في ازاي اهو. هسيب غرزه وهخش في الغرزه اللي بعديها على طول. تاني غرزه هشتغل فيها اول عمود، وتالت غرزه هشتغل فيها تاني عمود، وبعدين هرجع اشتغل رقم 1 الغرزه رقم 1 هشتغلها بالشكل ده، واخرج من حلقتين في حلقتين واريح ايدي عشان ما تبرمش معايا بالشكل ده. هلف الخيط على الابرة واسيب رقم 1 اهو، وهشتغل في رقم 2 عمود بلفة واخرج من حلقتين في حلقتين، وهيجي العمود اللي بعديه برضو اخرج من حلقتين في حلقتين والف الخيط، وهرجع تاني العمود للرقم 1 الغرزة بتاعتي رقم 1 وهشتغل عمود، وهكذا السطر كله هيبقى بنفس الطريقة. هشتغل هشتغل في كل غرزة اهو. اول غرزة عمود، تاني غرزة برضو عمود بلفة، وبعدين هرجع تاني للغرزة اللي هي الاولانية خالص وهشتغل فيها عمود هشتغل معاكم كل السطر عشان خاطر نخلي بالنا كويس اوي من الغرزة بتاعتنا. هسيب غرزة وهشتغل في الغرزة رقم 2 وهشتغل في رقم 3 كمان عمود بلفة، وبعدين هرجع للغرزة رقم 1 هلف الخيط كده وهخرج كده زي ما انتم شايفين من ورا كده، اروح سحبة الخيط بتاعي واروح عاملة عمود بلفة، اخرج من حلقتين في حلقتين واريح ايدي خالص. احنا مثلا العمدان دي عبارة عن مجاميع مثلا، دول هيبقوا 9. اشتغلت اول عمود في اول السطر، وبعدين هنعمل 9 مجموعات، نخلي بالنا ان المجموعات دي هتفضل ثابته لحد نهايه الكوفيه، وبرده السطر بتاع الحشو هيفضل ثابت، هيبقى 29 غرزه اهو. هدخل برضو كده اسيب اول غرزه واجي في تاني غرزه هروح عامله اجي عمود، وهاجي في رقم 3 اعمل عمود، وفي النهايه عندي هيبقى ناقص لي غرزه واحده في اخر السطر. هرجع تاني على الغرزه اللي انا سبتها بالشكل ده واروح عامله فيها عمود بلف، ادخل كده تحت الحلقتين بكل سهوله اهي، واروح سحبه الخيط بتاعي واروح خارجه من حلقتين في حلقتين بالشكل ده. فاضل عندي الغرزه اللي هي الاولانيه خالص الاخرانيه خالص، غرزه الحشو. هدخل فيها زي ما ابتديت بعمود بلفه، هنهي بعمود بلفه المجموعه بتاعتي. هدخل كده تحت الحلقتين بتوع اخر غرزه حشو عندي واروح عامله عمود بلفه بالشكل ده، وبكده اكون نهيت السطر بتاعي. عندي 9 مجموعات في السطر، واولهم عمود واخرهم عمود، والسطر اللي فات 29 غرزه حشو. هعمل السطر الجاي هيبقى سطر حشو تمام. هرتفع سلسله بس والف الخيط في ايديا كده، الف الشغل في ايدي، وهدخل كده في اول فتحه تحت الحلقتين اهي. هدخل هنا زي ما انتم شايفين كده، هدخل هعمل غرزه حشو ادي 1 2 3 واعد السطر. لازم العدد عشان نظبط معنا العدد بتاعنا والقطعه بتاعتنا. هعد لحد ما اخلص 29 غرزه حشو، ونشوف هنعمل في السطر الجديد. شغلي كله اهو تحت الحلقتين بتوع بتوع العمدان بالشكل ده. هفضل ماشيه كده غرزه فوق كل غرزه تحت الحلقتين كده لحد ما اخلص السطر كله بنفس بنفس الطريقه.
خلاص انا خلصت السطر بتاعي. هاجي بقى فين الغرزة الاخيرة. بعد ما خلصت السطر هاجي في الغرزة اللي هما الثلاث سلاسل اللي في الاخر خالص اللي هما سلاسل الارتفاع. هاجي في الغرزة رقم 3 وهعمل اخر غرزة حشو معايا اللي هي 29. هدخل كده في سلسلة الارتفاع اللي انا كنت عاملاها في اول السطر اللي فات بالشكل ده. هدخل كده تحت الحلقتين، هسحب الخيط بتاعي واعمل غرزة حشو. منساش الغرزة دي عشان خاطر العدد بتاعي يبقى كامل. اهو كده 29 غرزة معايا بالشكل ده. السطر اللي فات ارتفعت اول السطر ب3 سلاسل بالشكل ده، والف الشغل كده في ايديا. وهشتغل ازاي؟ هسيب اول حلقتين وهشتغل في تاني حلقتين اهو. طبعا الحلقتين الاولين اللي هم بتوع العمود الاولاني دول ملناش دعوه بيهم. هنيجي بعد كده هنفوت اول حلقتين اهو، اول غرزه، ونشتغل في الغرزه رقم 2 غرزه عمود بلفه اهو. هدخل هنا واسحب الخيط واخرج حلقتين في حلقتين والف الخيط، وهدخل في الرقم 3 وهدخل اسحب الخيط واخرج من حلقتين في حلقتين بنفس الطريقه، وهلف الخيط على الابره وهرجع لرقم 1 الغرزه بتاعتي اللي هي رقم 1، وهدخل كده بالشكل ده وهسحب الخيط بتاعي واريح ايدي خالص واخرج من حلقتين في حلقتين بالشكل ده. هلف الخيط على الابره واسيب اول غرزه وهجي في تاني غرزه برضو اهو. هسيب الغرزه اللي هي دي اللي هي بتاعت المجموعه الاولانيه ملناش دعوه بيها، وهجي برضو اهو. هاجي هنا اول غرزه اهي وتاني غرزه في الغرزه رقم 3، وبعدين هرجع للغرزه رقم 1 بنفس الطريقه كده، وهدخل تحت الحلقتين كده اهو واسحب الخيط بتاعي واعمل غرزه عمود بلفه واخرج من حلقتين في حلقتين. هلف الخيط على الابره واسيب اول غرزه وهخش في تاني غرزه بالشكل ده، وتالت غرزه برضو هعمل فيها عمود والف الخيط وهرجع للغرزه الاولى وهعمل فيها الغرزه بتاعتي اللي بتخلي الشكل عامل زي علامه فيه كده اهي. هدخل كده وهسحب الخيط اهو واخرج من حلقتين في حلقتين بالشكل ده. هفضل ماشيه طول السطر لحد ما اعمل 9 مجموعات غير العمود. خلصت السطر يا حبايبي بالشكل ده، وهكمل معاكم اخر مجموعه. عملت اول غرزه في الغرزه رقم 2 والغرزه رقم 3 اهو، عملت فيها عمود، وارجع تاني للغرزه رقم 1. هسحب الخيط بالشكل ده واريح ايدي برضو واعمل اطلع من حلقتين في حلقتين. يبقى فاضل معايا الغرزه الاخيره اللي هي بتاعه الحشو، هعمل فيها غرزه عمود بلفه بالشكل ده عشان انهي السطر بتاعي زي ما ابتديته بنفس الطريقه. يبقى كده معايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، معايا 9 مجموعات. نخلي بالنا ال9 مجموعات دول هيبقوا ثابتين طول الكوفيه. 29 غرزه حشو هيبقوا ثابتين معايا من اول الكوفيه لاخرها. هرتفع بقى كده بسلسله، والسطر الجاي هيبقى غرزه حشو. هدخل كده تحت الحلقتين دول وهعمل غرزه حشو، وفي كل غرزه من الغرز بتاعتي هشتغل غرزه حشو بالشكل ده لحد ما اخلص ال29 غرزه بتوعي. غرزه فوق كل غرزه، شغلي كله تحت الحلقتين بغرزه الحشو بالشكل ده. خلصت كده الغرز بتاعتي، واخر غرزه بتاعتي هعملها فين؟ غرزه الحشو هعملها في اخر سلسله في سلاسل الارتفاع بتوع السطر اللي بتاعتي السطر اللي فات. هدخل الغرزه اهي، هدخل كده بالشكل ده. معلش الغرزه ضيقه بس شويه، هدخلها بالشكل ده وهسحب الخيط بتاعي وهعمل اخر غرزه حشو، وبكده اكون خلصت السطر ده. وارتفع للسطر الجديد برضو بنفس الطريقه اهو. هرتفع ادي 1 ادي 2 ادي 3 والف والف الشغل، وهدخل برضو هسيب اول حلقتين وهشتغل في الحلقتين رقم الغرزه رقم 2 ورقم 3، وهرجع للغرزه رقم 1 تاني بنفس الطريقه اهي. هسيب غرزه وهاجي في الغرزه اللي بعديها هشتغل. ادي اول عمود، ادي تاني عمود في الغرزه رقم 3، والغرزه الاولانيه هنرجع لها تاني برضو نريح ايدينا في الشغل ونعمل الغرزه العمود الاولاني.
هسيب اول غرزة وهشتغل في تاني غرزة. ادي اول عمود معايا، تاني عمود معايا، هلف الخيط كده وهدخل هرجع للغرزة رقم 1 وهعمل ايه الغرزة بتاعتي بالشكل ده زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. والسطر كله برضو هيبقى نفس الحكاية، وكل اللي جاي بعد كده يبقى تكرار للسطرين دول زي ما انتوا شايفين. سطر حشو وسطر ايه وسطر فيه اعمل الغرزة بتاعتي، سطر حشو وسطر اعمل الغرزة بتاعتي بنفس الطريقة بالظبط. سطر اعمل 29 غرزة، والسطر التاني هعمل فيه 9 مجموعات بنفس الشكل. وشايفين الشكل بتاع الغرزة بتاعتي بدأ يظهر ازاي، بسيطة ورقيقة خالص، والنتيجة هتبقى روعة ان شاء الله. انا هخلص معاكم السطر ده كده عشان خاطر ايه، عشان خاطر الغرزة بتاعتي نركز فيها كويس ونعرفها. وبعد كده بقى هسيبكم واكمل الكوفية وارتفع بالسطور، وبعد كده نرجع تاني نقفلها مع بعض ان شاء الله. انا كده خلصت السطر زي ما انتم شايفين يا حبايبي. القطعة بتاعتي بدأت تظهر والغرزة بدأت تبان، شايفين عاملة ازاي. كل ما نطلع بالسطور كل ما هتظهر اكتر. هخلصها بقى ان شاء الله وارجع اقفل معاكم الكوفية بتاعتي ونعمل الشراشيب بتاعتها، ونشوف هنرتفع بالسطور لحد كام ايه، ونقيسها بالمزورة ونشوفها كام سنتي بالظبط. هخلصها وارجع لكم تاني. ارتفعت بالسطور يا حبايبي زي ما انتوا شايفين اهو. هقيسها معاكم برضو بالمزورة عشان نشوف احنا وصلنا ايه. هفصل الخيط بتاعي خلاص، هعمل حسابي في جزء كده عشان ادخله بس تحت الشغل بالشكل ده. وهاجي هجيب المزورة واقيس اشوف ايه الطول بتاعنا. شايفين بعد ما خلصت بقت رقيقة وبسيطة ازاي وشيك جدا في منتهى الشياكة اهو. هجيب المزورة بتاعتي وهمسك كده جزء جزء كده، طبعا عشان خاطر الكاميرا مش هجيب الكوفية كلها من اولها لاخرها، فلازم اقيسها حتة حتة كده بالراحة اهو، من غير ما امط كده ولا اي حاجة زي ما انتم شايفين. هقيسها كده ونشوف المقاس بتاعنا هيبقى قد ايه اهو. كده المزورة اصلا 1.5 متر. احنا خلصنا كده المزورة، والجزء اللي فاضل قولوا مثلا ايه حوالي 5 سنتي، يعني 155 سنتي تقريبا، يعني بالتقريب تقريبا 155 سنتي. وده بالنسبة لي الطول ده كويس جدا. لسه هعمل الشراشيب وهعملها طويلة شوية، فهتبقى حوالي 2 متر الا ربع او 180 سنتي، اكتر اقل حاجات بسيطة. بس هي كده الطول ده بالنسبة لي معقول. طبعا الطول ده بقى اللي انت عايزاه ويرجعك تعمليه، عايزة تطولي اكتر زي ما انت عايزة. شايفين بقى شكلها جميل ازاي. هاجي بقى انا هعمل الشراشيب هعملها ازاي. اول حاجة هجيبها انا هجيب الاجنتة. عندي اجنتة كده، انت عندك جلد الكراسة، عندك كرتونة، عندك اي حاجة بتستخدميها مفيش مشكلة خالص. بتتحكمي في المقاس بتاع الشراشيب. يعني مثلا انا ايه عايزاها صغيرة بتجيبي حتة كرتونة صغيرة، عايزاها شراشيب كبيرة بتجيبي الايه الكرتونة او الجزء اللي انت هتلفي عليه على حسب المقاس اللي انت عايزاه بتتحكمي فيه. انا مثلا كده لو انا مثلا هعملها بالطول كده عايزاها طويله، لو انا عايزاها اقصر شويه ممكن اعملها بالعرض عشان العرض اقل من الطول زي ما انتم شايفين. هفضل الف كده. انا هلف حبه بس صغيرين كده قدامكم عشان خاطر ايه اوريكم الطريقه بتاعت ايه بتاعت قص الشراشيب بالشكل ده. افضل الف حبه كده معقولين اهو. تفضلي بقى طبعا انت تلفي كتير على حسب الحجم الكميه اللي انت عايزاها. طبعا هي بتاخد كميه كبيره جدا،
فطبعا اللي انا هعملهم دول شويه ايه بس كده عشان خاطر ايه اوريكم بتتعمل ازاي. اهو هلف كده وهاجي منين ما وقفت. يعني انا بصوا انا ابتديت من هنا، هاجي المكان اللي انا ابتديت منه، هروح مسيبه ايدي كده عند المكان ده اهو، نفس المكان اللي ابتديت منه، واروح قصه الخيط بالشكل ده باي كميه احنا عايزينها. بنفضل نلف كده وبعدين ايه نكمل. انا بالنسبه لي انا هعمل كده الشراشيب يعتبر بالنسبه لي تعتبر طويله اهو زي ما انتم شايفين يا حبايبي اهو. هاجي بقى كده عندنا في غرزه الحشو اللي احنا كنا عاملينها في اول السطر خالص اهو، هاجي هنا اروح سحبه ايه فتلتين مع بعض، همسك اتنين كده مع بعض، امسكهم واوسطنهم كده واتنيهم بالشكل ده بالظبط من الجزء اللي في النص بالظبط اهو زي ما انتم شايفين. هاجي بقى كده في اول غرزه حشو انا كل غرزه هاخد فيها اتنين. ممكن على فكره لو انت عايزاها شراشيب تقيله ممكن تعملي 3، ممكن تعملي 4 على حسب برضو ذوقك وعلى حسب ما انت عايزه. هسحب بصوا الخيط كده بالابره بتاعتي زي ما انتم شايفين، واروح لفه الايه الخيط اهو، اروح سحباه بالابره واخرج بيه تاني اهو زي ما بصوا يا حبايبي اهو. هسحب الخيط كده وهخرج ايه اكني بعمل عقده اهو، هخرج كده هعمل عقده واشد الخيط بس واروح ايه شده جامد عشان ما ايه عشان ما يفكش مني تاني. ممكن انا عايزه اسيبه كده عادي، عايزه اعمله عقده تاني مفيش مشكله، عايزه تعمليه عقده اعمليه، بس انا ايه انا شايفه ان هو كده يعني كده مش محتاج عقده ما بيتفكش اصلا. ادي 2 تانيين وهاجي في النص كده اهو هقسمهم بالنص بالظبط، واقول الغرزه اللي بعديها برضو هروح سحبه الخيط كده بالشكل ده اهو، واروح عاملاه ايه خارجه بيهم كده. هفضل بقى كده انا عندي ايه افتكروا كده احنا عندنا كام، عندنا 29 غرزة. في كل غرزة حشو من الغرز بتاعتي هاخد مجموعة من المجموعة دي واروح ايه سحباها لحد ما اخلص الايه لحد ما اخلص ال 29 غرزة بتوعي كلهم من الناحية دي ومن الناحية دي. وما تنسيش يعني اوعي تنسي غرزة ما تحطيش فيها عشان هتبقى فيها فراغ وهتبقى شكلها مش ظريف. ولما تيجي تعمليها تعمليهم بالترتيب كده عشان ممكن تنسي غرزة ولا حاجة وتيجي تركيبهم يبقى صعب بالنسبة لك. اما بنعملهم بالترتيب كده الخيط ما بيكلكعش مننا والدنيا بتبقى ماشية مظبوط اهو. هنسحب الخيط كده بالشكل ده وهفضل بقى كده اعمل كده لحد ما اخلص الايه 29 غرزة بتوعي. شايفين بصوا يا حبايبي انا كده خلصت الشراشيب بتاعتي زي ما انتم شايفين، ناقص ان انا هسويها وركبتها بنفس الفكرة ونفس الطريقة الناحية دي والناحية دي. طبعا احنا بنتحكم في الطول زي ما انا قلت لكم على حسب الكرتونة اللي انتي بتستخدميها، والتقل برضو بتزودي لو انتي عايزة اكتر بتزودي في الايه في العدد بتاع الايه الفتل اللي انتي بتقصيها. تمام هقصها بقى كده هسويها كده بالراحة طبعا بالراحة كده هسويها كده بالراحة خالص، واحاول ان انا احط ايدي عليها عشان خاطر ايه ما تتحركش مني وانا بقص. بالشكل ده كده انا سويت الايه سويت الشراشيب كلها في قلب بعضها اهو زي ما انتم شايفين يا حبايبي اهو. شايفين شكلها بقى جميل ازاي. هسوي الناحية التانية برضو بنفس الطريقة وارجع لكم تاني. وبكده حبايبي انا وصلت للنهاية بتاعت الكوفية، سويت الشراشيب وده الشكل النهائي بتاعي. زي ما انتم شايفين سهلة وبسيطة جدا وما اخدتش وقت خالص، سهلة في تنفيذها جدا وغرزتها بسيطة وسهلة وفي نفس الوقت شيك اهي. خدت مني حوالي 250 جرام واي بنت مبتدئة ممكن تنفذها بكل سهولة اهو. ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.